مساء الفل. حلقة النهاردة عن حاجة طالعة ترند قوي بقى لها من أول رمضان تقريبا الناس كلها بتتكلم عنها، فقلت لازم أتكلم معاكم النهاردة فيها. يعني أنا كنت عملت لكم حلقة قبل كده عن تخريف الترند أو الهيافة تتسمى ترند، بس الحلقة دي بصراحة ما تعتبرش هيافة، لأن الترند أوقات بيبقى حاجات كويسة وحاجات وحشة، زي ما في حاجات حلوة زي ما في حاجات وحشة. فالنهاردة الحلقة بتاعتنا عن حاجة حلوة جدا ولافته نظر الناس كلها من أول رمضان. انا في العادي يا جماعه انا مش بتابع مسلسلات رمضان، يعني انا بحس من كتر الزحمه انا ببقى متشتته ومش عارفه اتابع ايه ولا ايه. فبستنى في نص رمضان مثلا لو حد قال على مسلسل حلو والمسلسل ضرب وعمل بوم جامد وسمعت ان قصته محترمه كده وحلوه، فبتفرج عليه. يا اما بعد رمضان بقى بقعد اتفرج بمزاج كده على مسلسلات اللي سمعت عنها انها كويسه. تمام. من اول رمضان بقى من بعد 3 4 ايام من رمضان كده عرفت ان في مسلسل اسمه الهرشه السبعه، بيقولوا عليه حلو جدا واجتماعي ومسلسل بسيط كده وجميل و15 حلقة. فقلت خلاص قشطة هتابعه، وبصراحة مبسوطة جدا ان انا تابعته. فبما انه طالع ترند وترند حلو كمان، فمش عيب ان احنا نتكلم عن الحاجات الحلوة كمان. يعني احنا مش المفروض ان احنا نتكلم في الترند على الحاجات الوحشة بس، بالعكس ده احنا المفروض نطلع الحاجات الحلوة عشان نثبت ان في حاجات حلوة قدام الحاجات المهببة الكتيرة اللي بتطلع. فالنهارده هتكلم معاكم عن هرشة السبعة. تعالوا ابتدي لكم الموضوع كده من الاول واقول لكم ليه اتسمى الهرشه السبعه، لان انا ده سؤال كنت انا بساله لنفسي اول ما قريت اسم المسلسل. هو ايه الهرشه السبعه ده؟ اكيد ليه مينينج، يعني ما فيش حاجه كده بدون مسمى، يعني بدون معنى. فعرفت ان الهرشه السبعه دي اسم نظريه اسمها ذا 7 يير ايتش، اوكي، اللي هي نظريه الهرشه السبعه. بتقول ايه النظريه دي؟ ان الجواز ما بيدومش اكتر من 7 سنين، وبعد 7 سنين بيبقى الطلاق نتيجة حتمية لأي قصة جواز، لازم تنتهي بالطلاق بعد 7 سنين. عشان كده سموها الهرشة السبعة. الهرشة السبعة دي اتعملت مسرحية أجنبية، واتعملت فيلم لمارلين مونرو، كان نفس القصة برضو ان هما بيتجوزوا، هي وجوزها يعني، وهو بعد كده بيفكر ان هو يخونها وان هو يحب عليها وان هو بعد كده مبقاش مبسوط معاها. فاحنا ما علينا من القصتين بتوع، يعني من المسرحية ومن الفيلم الأجنبي، خلينا في المسلسل المصري. المسلسل ده حلقة حلوة قوي يا جماعة قوي، وعجب الناس عشان هو، بصوا، يعني احنا الحاجة اللي بتعجب الناس بتعجبها عشان بتلمسها، يعني عشان بتحسوا معاها كده ان هي شبهنا. يعني بتحسوا في المسلسلات اللي بتعجبكم قوي بتحسوا انها شبهكم. كل ما تشوفوا شخصيه من شخصيات المسلسل تحسوا ان هي لا انت، لا ده واحد صاحبي فلان، دي صاحبتي فلان. تحس انها من واقع الحياه. فالمسلسل عجب الناس عشان كده، عشان من واقعنا، عشان كل راجل شاف نفسه في المسلسل ده وكل زوجة شافت نفسها في المسلسل ده. المسلسل يا جماعة حالة بجد، المسلسل رائع فوق الوصف، والأبطال حلوين جدا، من أكبر حد في المسلسل دور البطولة لأصغر حد في المسلسل، وكلهم ليهم دور وكلهم ليهم أهمية. أمينة خليل ومحمد شاهين قمة في الروعة بجد، أحلى تمثيل شفته التمثيل في الحلقة دي في الحلقات دي من أمينة خليل ومحمد شاهين، عاملين أدوار حلوة جدا. ومن كتر ما هما ما هي أدوار سلسة هي واصلالنا قوي. هما بيدونا بالظبط نفس الحياة اللي احنا بنعيشها، نفس الحياة اللي بيعيشها الراجل والست. السنين الأولى في الجواز بتبقى سنين حب ودلع وهزار، بيبتدوا الاتنين يكتشفوا بعض ويبتدوا الاتنين يشوفوا بعض على حقيقتهم، بدون بقى تزييف وبدون خروج وبدون ضحك وبدون أي حاجة. بيبتدوا يواجهوا كل حاجة لأول مرة في أول سنتين جواز مثلا. واحدة واحدة بتبتدي المشاكل تزيد، واحدة واحدة بيجي أطفال، واحدة واحدة بيبقى فيه ظروف مادية. كل ده هيتأقلموا معاه ازاي؟ كل دوت هيعيشوه ازاي؟ المسلسل هنا كان بيدي في كل في كل مشهد كان بيدي زي حاجة معينة كده، زي ما يكون بيعلم الناس حاجة معينة. المسلسل ميزته ان هو بسيط قوي فعرف يوصل قوي. وبعدين كل الشخصيات اللي فيه تحس ان هما شخصيات سوية، يعني فيهم الحلو وفيهم الوحش، فيهم عيوب كتير وفيهم مميزات كتير، فيهم حاجات بيغلطوا فيها وفيهم حاجات بيأدوها كويس. وده طبيعة الحال وطبيعة البني آدمين وطبيعة الناس اللي متجوزة كده. الحياة مش على طول هتبقى الراجل هو اللي صح ولا الست هي اللي صح. بس هم ما كانوش عارفين يكملوا الموضوع كده. يعني هم بدأوا في الأول إن هم بيتعصبوا على بعض، يعني شوية وشوية لأ، شوية يتعصبوا ويتصالحوا شوية لأ، وفي حاجات كانوا بيتنشنوا عليها جدا.
بس كان في ميزة حلوة قوي في الأول، لما بطلوا يعملوها ابتدت بعد كده تحصل مشاكل. الميزة دي هي الاعتذار. لما تكون غلطان في حق اللي قدامك بتعتذر. كان آدم دايما لما يكون غلطان كان بيعتذر يقول لها حقك عليا، أنا آسف، ما كانش قصدي أعمل كده. ونادين برضو كانت نفس الكلام، كانت بتقول أنا آسفة وما كانش قصدي، وصدقني ما كنتش أقصد كده. كانت بتبين له كل حاجة إنها تثبت له إنها يعني غلطت في حقه وأنا متأسفة. في ناس كتيرة قوي من اللي متجوزين يا جماعة ما بيعترفوش بغلطهم أصلا، مش ما بيعتذروش. في ناس بخلاف إنها ما عندهاش ثقافة الاعتذار، لما تيجي تغلط في حق حد إنك تعتذر له، وده مش عيب خالص، ده بالعكس، ده بيقوي موقفك أصلا ودليل على إنك شخصية قوية. وفي ناس ما بتحبش أصلا تعترف بغلطها، بخلاف إنها ما عندهاش ثقافة الاعتذار، بتشوف إن دوت تقليل من الكرامة، وما دام أنا مش غلطانة أنا أعتذر ليه؟ ثقافة الاعتذار ما بين الراجل والست من أهم ما يمكن، لأنها بتأكد إن اللي قدامك دوت غالي عندك وإنت لسه باقي عليه. مش هو زعلان فيولع، مش هو أنا متضايق منه فيخبط راسه في الحيط، مفيش حاجة اسمها كده. ما هو هتخبط راسك في الحيط معاه على فكرة. لو هو خبط راسه في الحيط عشان انت ضايقته او عشان هو ضايقك، هتفضل الموضوع هيتطور بينكم وهتفضلوا زعلانين، انتوا الاتنين هتخبطوا راسكم في الحيط ومش هتوصلوا لحل. هيوصل الموضوع اللي عنده شد حبل لحد ما يتقطع. في حاجة كمان يا جماعة، التراكمات ما بين الزوجين. هما هنا اكتر حاجة، اكتر مشهد عجب الناس كلها، المشهد اللي كانوا بيتكلموا فيه في المطبخ، لما ابتدوا اللي هو قبل ما يتطلقوا، لما ابتدوا كل واحد فيهم يرمي التهم على التاني. هما وصلوا ليه للمرحلة دي أصلا؟ يعني هما ليه وصلوا للاحتكاك ما بينهم وبين بعض بالمنظر ده؟ إيه اللي خلاهم يوصلوا لكده أصلا؟ اللي وصلهم لكده إن هما ما بيطلعوش أول بأول، ما بيفضفضوش أول بأول. دايما في سد كده، هو ما بين كل موقف والتاني بتبني سد. يعني مشيت خطوة تمشي تلاقي سد قدامك، تمشي اللي بعد، هتعدي اللي بعدها ازاي، هتلف، هتقعد تلف وتتحور لحد لما توصل للمنطقة اللي بعدها هتلاقي سد برضو. هتوصل ان الطريق كله قدامك هيبقى مسدود، في حيطان مبنية انت بنيتها اصلا في الطريق وانت شايفها وانت مش دريان بنفسك، ومش دريان انك بنيت الحيطان دي كلها. الحيطان دي بقى في العلاقات الزوجية هي التراكمات. لما بتفضل تتبني بينك وبين شريك حياتك، بتوصل لمرحلة بعد كده خلاص بتقفل زي الضمنة، ما بتبقاش عارف تفتحها. وده اللي حصل بين نادين وآدم، ان هما كل واحد رمى التهمة على التاني. طب ما انا كنت بساعدك بس انتي ما قدرتيش، طب ما انا كنت بعمل لك بس انت ما حسيتش، طب انا اديتك كتير وخدت من وقتي وضحيت بمجهودي، ما انا كمان عملت كده وانا كمان عملت عشانك، انا كتير زعلت وكتير نمت زعلانة وانتي كمان زعلتيني. رمي التهم. ما هو بيوصل رمي التهم ده ان انتوا ما صفتوش اول باول. المشكلة تحصل تسيبوها، تركنوا اللي بعد، تخشوا على اللي بعدها، فالمشكلة الأولانية تتراكم على التانية والتانية على التالتة والتالتة على الرابعة. بنوصل ان كل المشاكل دي بتبقى زي عقد ما بين الاتنين، ما بيعرفوش خلاص يفضوها، خلاص قفلت. لكن لو مشكلة أول بأول تتحل، أنا زعلان منك. هتسألوني أنا عن رأيي الشخصي عن نفسي أنا، يعني أنا ما بحبش يعني أرمي المشكلة أول ما تحصل، أو ما بحبش خناقة حصلت ما بحبش خلاص أقفلها في ثانية كده وخلاص انتهى على كده، وابقى اسمي خلاص بقى صفيت أو ما صفيتش مش مشكلة، أهي المشكلة عدت أو الخناقة عدت. لأ. وفي نفس الوقت ما بحبش أطول في الزعل، ما بحبش انام انا وجوزي زعلانين من بعض، ما ينفعش. ما ينفعش تنامي انت وجوزك زعلانين من بعض، او ما ينفعش تناموا وانتوا في تراكمات بينكم او في موقف لسه ما اتقفلش. ما انتوا هتصحوا الصبح هتلاقوا نفسكم كل واحد شايل من التاني بس مش قايل، كل واحد بيراكم جوه التاني بس مش عايز يقول. وده هيتبني مرة واتنين وتلاتة واربعة وعشرة، لحد ما توصلوا للقعدة اللي قعدوها نادين وآدم، انهم واجهوا بعض بكل الحاجات اللي كانت مضايقاهم بس ما كانوش بيتكلموا فيها، فوصلوا بيهم للمرحلة دي. نفس اللي حصل بالظبط مع ابوها وامها، مع عايدة رياض وجوزها. هي فضلت ساكتة سنين عشان خاطر المركب تعدي وعشان المركب تمشي مع باباها، لان عندها بنت اللي هي نادين، ففضلت مستحملة وفضلت سايبة الدنيا وفضلت تقول معلش وتستحمل وتيجي على نفسها. اول ما جوزت بنتها خلاص الموضوع خلص، العلاقة اللي بينها وبين جوزها اترمت في الزبالة، وبدليل انها طلبت الطلاق بعد كل العمر ده، بعد 30 سنة طلبت الطلاق.
في ناس تقولك طب ما بعد العمر ده كله يرموا بعض ويسيبوا بعض. هو كان المفروض ده يحصل من زمان. بصوا يا جماعة، أنا برضو عندي رأي شخصي، إن الحياة ما بين الأب والأم لو مش مستقرة هتدمر الأطفال أكتر من علاقة الطلاق. يعني ما يكون في أب وأم عايشين في بيت واحد وهما مش عايشين مع بعض، وهما كل واحد في ناحية، وهما كل واحد بيتعامل مع التاني بأسوأ طريقة وبأسوأ معاملة، ده نتيجته إيه؟ هيطلع أطفال معقدة، هيطلع أطفال مش سوية نفسيا. عشان تبقوا فاهمين، مهما عملتوا عشان تطلعوا الأطفال دول كويسين هيصبح عندهم برضو عقدة من جواهم إن بابا وماما وحشين مع بعض، إن في خناقات كتيرة قوي دايرة ما بين بابا وماما، ومفيش أب في البيت، مفيش أم في البيت، أيا كان. فالولاد هيطلعوا معقدين. فدي لو الحياة مستمرة هما متجوزين كأنهم مش متجوزين. لكن لو انفصلوا وفي بينهم احترام، الموضوع بالنسبة لي أنا شخصيا أحسن مليون مرة. هيبقى في بينهم احترام، بابا وماما انفصلوا بس كل واحد في ناحية، بس كل واحد بيحترم التاني، كل واحد بيشوف اللي عليه واللي ليه. أنا لو محتاجة حاجة عشان الولاد هقولك، أنت لو محتاج حاجة من الولاد هتقولي، وهكذا. هيبقى في علاقة رايحة جاية، علاقة سوية. خلاص انفصلنا مش عارفين نكمل مع بعض فبننفصل، فالدنيا بتمشي بطريقة محترمة وبطريقة شيك، فالولاد هيفهموا ده وهينعكس عليهم. لكن لو الولاد في نفس البيت معاكم وشايفين المنظر ده، انتوا كده عقدتهم اكتر. بس للأسف احنا كل حاجة في مجتمعنا هنا بنعملها عشان المناظر. يعني الطلاق عيب فما نطلقش، الخناق عيب فما نعليش صوتنا عشان الناس ما تسمعش خناقاتنا، فلازم نخلص المشكلة بسرعة ونكروتها. ما ينفعش ان احنا ننزل واحنا متخانقين مع بعض عشان الناس ما تقولش ان احنا متخانقين، لازم نبين قدام الناس احنا كويسين وميت فل. المظاهر، الشكل العام، بس احنا جوانا ايه وفينا ايه، دي مش مشكلة. المسلسل ناقش القضية دي بقى، حط ايده على كل النقط اللي احنا بنعملها غلط في حياتنا وقالك انك ما تعملهاش تاني. ما تراكمش مشاكل، ما تراكمش زعل، اللي في قلبك طلعه اول باول لمراتك. تسيبش حاجة انت محتاجها منها وعايز تقولها لها وما تقولها لهاش، انت مالكش غيرها وهي ملهاش غيرك. فاذا ما كنتش هتطلب منها اللي انت عايزه في اي حاجة، هتلاقي مين تطلبه منه، والست نفس الكلام هتطلبيه من مين. فالعلاقة رايحة جاية، فلو هما ما فهموش ده عن بعض ملهاش لازمة، يبقى قلتها احسن. في علاقة كمان كانت عجباني جدا في المسلسل، علاقة سلمى وشريف. العلاقة دي علاقة جامدة جدا، علاقة كده فيها نوع من التعقيد بس حلو. اولا اللي قايم بدور شريف انا مش عارفة اسمه صراحة، بس هو فنان رائع، سلس كده وشخصية غريبة في تمثيله وجميل جدا كده، يعني يجذبك وانت بتتفرج عليه. وسلمى نفس الكلام، جميلة جدا البنت دي. انا بجد انا اسفة ان انا مش حافظة اسمائهم، بس بجد هم فنانين رائعين حقيقة. في الاول كان في اختلاف بينهم عشان خاطر سلمى مرضتش انها تعيش مع شريف عشان طلب منها انها تعيش معاه، عشان هي عشان عايزه تعيش معاه من غير جواز. طب هو ليه طالبها الطلب الغريب ده؟ عشان هي حياتها قدام الناس تبان انها كده، تبان انها سهله، تبان انها ينفع توافق باي حاجه. ودي مشكله الشعب المصري بتاعنا، او مشكله الشعوب اللي بتاخد بالمظاهر. عشان في بنت متحرره بزياده عن اللزوم الناس هتفهمها غلط. انا معاكم في قواعد وفي حاجات اساسيات، طبعا احنا للاسف عايشين في المجتمع ده فهنمشي بيه، انا معاكم. بس ما ينفعش كل حاجه نطبقها على كل الناس، ما ينفعش اللي يمشي على ده ويمشي على ده يمشي على ده يمشي على ده. هو احنا شبه بعض؟ هو احنا طباعنا واحده؟ هو احنا اخلاقياتنا واحده؟ ما ينفعش. فما ينفعش اللي اطبقه على ده اطبقه على ده. شريف بقى فهم ان سلمى بسبب حريتها دي وبسبب انها بتخرج وبتروح وبتيجي وبتقعد معاه شويه في البيت يتكلموا او يهزروا، فمعنى كده انها متاحه انها تتجوزه، او مش تتجوز، تعيش معاه من غير جواز. ساعتها هي واجهته وقالت له ما ينفعش، والناس اللي بحبهم والناس اللي اعرفهم، وانا كده هيبقى شكلي ايه ومش شكلي ايه. وقررت انها تسيبه فتره وبعدين رجعوا واتجوزوا. فرضت عليه حبها باللي هي عملته، اجبرته ان هو يتجوزها بس بطريقه شيك ولطيفه، وعشان هو بيحبها استجاب لده ومرضاش يكمل في اللي هو كان عايزه. علاقتهم مع بعض بقى ان هما، يعني هي كانت عايزه تخلف وهو مش عايز يخلف.
هو بيظهر بعد كده في الحلقات ان هو كان مخلف وكان عمل علاقة مع واحدة وخلف منها، بس كان في الأول كان بيتهرب من المسؤولية، ما كانش عايز أطفال. قال لها كلمة حلوة قوي، قال لها احنا نجيب أطفال وخلاص عشان كل الناس بتجيب أطفال ونرميهم. عنده حق. أي اتنين هيتجوزوا يا جماعة، أي اتنين لو مش قد الخلفة ما يخلفوش أحسن. ما يقولوش هنجيب عيال وخلاص عشان دي سنة الحياة ولازم نجيب عيال والجواز سنة الحياة والخلفة والولاد زينة الحياة الدنيا، وكل ده كل ده كلام حلو جدا. بس لو انت ما ربيتش ولادك كويس او ما كنتش اهل انك انت تبقى اب وام كويسين، ما تجيبهمش، ما تجيبهمش اصلا. ما تعاملش على ولادك مع ولادك ان هم حالة لازم تجيبها وخلاص. حد لازم تجيبه للدنيا تعذبه وتقرفه في حياته وترميه بعد كده. وده اللي كان بيقوله لها. بخلاف هو بقى بعد كده وضحت نيته كانت ايه او مش ايه. هو كان بيتكلم في نقطة صح. من ضمن برضو الحاجات الحلوة في المسلسل في شخصية سلمى، ان هي مامتها وباباها كانوا سايبينها من 20 سنة، وعشان كده هي كانت شوية فري وكانت عايشة حياتها، ودوت أثر عليها سلبا ونفسيا جدا. اديكوا زي ما بقول لك اهو، ابوها وامها راميينها وما كانوش قد مسؤولية او مخلفوا ورموها 20 سنة. وبعد كده امها ظهرت انها عايزة ترجع لها وبتقول لها ان احنا نحل سوء التفاهم او مش عارفة نحل الأزمة اللي بيننا أو حاجة كده، حاجة بسيطة قوي بتتفه اللي بينهم يعني. فجاية بعد 20 سنة تدوري عليها. فالمفروض إن سلمى راحت تتعالج عند دكتورة نفسية، جوزها اقترح عليها إنها تعمل كده عشان تفضفض وتطلع اللي جواها أكتر. فنادين بتقول للدكتورة في حاجة اسمها بر الوالدين، ليه ما فيش حاجة اسمها بر الأولاد؟ ليه احنا لازم نحترم أبونا وأمنا، وليه لازم نطيعهم، وليه لازم يكونوا ليهم فضل علينا وهم ما يدوناش الأحاسيس دي وما يدوناش الفضل ده؟ ما احنا كمان ولادهم، واحنا كمان اديناهم صفة الأبوة والأمومة وخليناهم يعيشوا كل المشاعر الحلوة دي وسندناهم وكنا معاهم. ليه ما يقولوش ان في بر الأولاد وفي انك تخلي بالك من ولادك وانك انت ما ترميهمش؟ دايما بنتكلم عن بر الآباء والأمهات وما بنتكلمش عن بر الأولاد. احنا مشكلتنا هنا يا جماعة في المجتمعات العربية بشكل خاص يعني ان احنا حافظين مش فاهمين، ان احنا بنحفظ المسميات زي ما بتنزل، زي ما بناخدها، زي ما بنتوارثها من ابائنا واجدادنا ومن امهاتنا واهالينا، بس نترجمها عملي على حياتنا ونشوف احنا هنستفاد منها ايه ومش هنستفاد منها ايه ونرميه. ما بنعملش كده. يعني مثلا يعني في مثل بيقول او جمله بتقول الحسنه بتخص والسيئه تعم. المثل ده فاشل، المثل ده قليل الادب، المثل ده لازم يتعمل عليه بلوك. لازم. يعني ايه الحسنه تخص والسيئه تعم؟ يعني دلوقتي 2 اخوات مثلا، واحد فيهم هو اللي غلط، فانا عاقب الاتنين بدل ما اعاقب اللي غلط بس واقول الحسنه تخص والسيئه تعم. دي قله ادب. يعني دي تبقى تربيه ازاي؟ يعني دي انا يعني يكون فيها نوع من العدل ازاي؟ ازاي اوحد كل الناس ان هم غلطانين وفي واحد بس اللي غلط؟ بس احنا حافظين مش فاهمين. احنا بناخد المسميات كما انزلت ونطبقها في حياتنا بغض النظر بقى هي صح او غلط، مش مشكله. في حاجه كمان يا جماعه في المسلسل ما بين ادم ونادين، ان كل واحد اوقات كان بيتفه من كلام التاني او ما كانش بيسمع التاني. وده اللي انا قلته لكم في حلقات قبل كده. السمع، انك لازم تسمع الطرف التاني، لازم تدي اهتمام بكل حاجه يقولها الطرف التاني، حتى لو انت مش من اهتماماتك، حتى لو انت مش حاببها، حتى لو انت مش فاهم فيها في الاول، بعد كده هتفهم. وده اللي حصل ما بين نادين وادم. لما جه يكلمها عن المشروع بتاعه وعن المنظر المكان اللي راح خده عشان خاطر المشروع بتاعه، ما كانتش سامعاه، كانت مهتمه بالكومنتات اللي جايه لها على الفيديو بتاعها، ما كانتش مركزه معاه، ما كانتش مدياله اهتمام. وفي اول الجواز برضو لو تلاحظوا لما قالت له انا عايزه اشتغل، لما قال لها لازم تشتغلي، فقالت له ما انت في الاول ما كنتش عايز ومش عارفه ايه. قال لها انت لازم نقعد مع بعض نلاقي كلام نقوله، لازم تسمعيني واسمعك، بس طول ما انت فاضيه كده انا مش لاقي كلام اتكلم معاكي فيه، مش لاقي كلام اقوله لك. دماغها فاضيه، دماغها مفيش محور كلام بينها وبين جوزها. هيلاقي ايه يتكلم معاها؟ عارفين اسمها ايه دي؟ سعاد حسني. مش انا بقى بتكلم في الفن وهو بيتكلم في القرنبيط؟ ما ينفعش. لازم يبقى في لغه مشتركه بينكم وبين بعض،
لازم هو يتكلم في حاجه فانت تبقي فاهماه، تبقي مركزه في اللي هو بيقوله، تقري عن اللي هو بيقوله، تسمعي من هنا ومن هنا عن اللي هو بيقوله. وهو نفس الكلام، لازم يهتم باهتماماتك والحاجات اللي انت بتحبيها. لو انت عايزه تشتغلي لازم يهتم بمحور شغلك، لازم يشوف شغلك دوت ان هو ما دام انت بتحبيه ما ينفعش يهيفه زي ما ادم عمل. لما وصل لمرحله ان شغلها جه على بيتها قال لها اقعدي. حتى لما حاولت تحل المشكله وتشتغل من البيت هو برضه كان رافض وكان مصمم على رايه. التشبث بالرأي في العلاقات الزوجيه بيدمرها. انت هتمسك من هنا وانا همسك من هنا، هنقطع الحبل، مش هيبقى في اي تواصل بينا وبين بعض. هنفضل كده على طول سكه رايح مفيش جاي. العلاقات الزوجية لو ما كانتش رايح جاي وما كانتش متبادلة في الحوار وفي الرأي وفي الكلام وهات وخد، هتقفل ضبة ومفتاح. وساعتها أنا بقولها لكم أهو وعلى مسؤوليتي ورأيي أنا، ساعتها لازم الطلاق. ساعتها الانفصال باحترام ما بين الراجل والست أرحم مليون مرة من راجل وست عايشين مع بعض بيت واحد وكأنهم منفصلين، ويجيبوا عقدة لأولادهم وفي الآخر يطلعوا للناس ناس أولاد معقدين وعندهم عقد نفسية ويطلعوا كل ده على الناس. احنا مش في حمل مرضى نفسيين. عالجوا مشكلاتكم من بيتكم مع أولادكم في الأول قبل ما الموضوع يكبر وما تعرفوش تحلوه. أنا حاولت في الحلقة دي، أنا عارفة أن الحلقة طولت شوية، بس أنا حاولت أجيب لكم أهم الحاجات اللي أنا استفدتها من كل الشخصيات اللي في المسلسل. وفي حاجات تانية كمان على فكرة، يعني مثلا مامة آدم شخصية جميلة جدا، مش فاكرة برضو اسمها، هي ست كبيرة ولطيفة وأمورة قوي. بني آدمة عايشة حياتها بكل بساطة، بني آدمة عارفة سنها وحتى متصالحة مع التجاعيد اللي ابتدت تظهر. أي نعم عايزة تروح تشد حب فيهم عشان تبان أصغر وأحلى، بس متصالحة إنها كبرت. دمها خفيف وبتهزر وبتقلش وبتتكلم، وعارفة إن في حاجة اسمها وحدة، لازم هكبر وأعيش لوحدي، طب ليه ما اتجوزتي، هو مش عيب. إنسانة بسيطة متصالحة مع نفسها جدا. معظم الشخصيات اللي في المسلسل ده حلوين عشان ابتدوا يعرفوا مشاكلهم ويبقوا متصالحين مع نفسهم. حتى لما غلطوا كانوا على طبيعتهم، ما كانوش عاملين براويز حوالين نفسهم. المسلسل ده نجح عشان مفيش عقد فيه، مفيش كلاكيع، في ناس بسيطة وفي شخصيات نظيفة وفي شخصيات مش سامة، علاقات مش سامة وعلاقات مش سخيفة، علاقات بسيطة كده وهادية تحس انك انت عايش معاهم بتسمعهم وشايفهم. كنت معاكم النهاردة في حلقة الترند، مش هنسميها طبعا هيافة لأن المسلسل رائع ويستحق ان الواحد يتفرج عليه. اللي ما اتفرجش عليه بجد لازم يشوفه، وقولوا لي رأيكم في الكومنت ايه أحلى مسلسلات ممكن تكون عجبتكم في رمضان. أنا عن نفسي ما شفتش غير الهرشة السبعة والمسلسل بتاع الصفارة رائع. أنا المسلسل ده أنا هكمله، أنا ما شفتوش غير جزء منه بسيط بس هكمل الباقي، حلو جدا وهو 15 حلقة برضه. أنصحكم تشوفوا المسلسلين دول وسيبكوا خالص من جعفر العمدة، لأنه بصراحة أنا لو الدنيا فلوس الدنيا كلها عشان أعمل ترند عن محمد رمضان ومسلسله أنا مش ممكن أوافق. متشكرة جدا ليكم.